السلام عليكم شباب، كيف حالكم؟ عساكم بخير. معكم حسام 441. خلونا نجرب لعبة فاينل فانتسي اكس في بلاتينيوم ديمو، بمعنى الجوهرة التجريبية. احنا حنجرب اللعبة. طبعا جربت انا بسوي دوسكا، بس الحين حنجرب اختلاف، يعني فرق شاسع في التحكم، في اسلوب اللعب، في الاماكن. يعني حنشوف كل شيء ان شاء الله بالتفصيل الممل على حسب نوع مدة الفيديو. ان شاء الله يعني لا تقل عن ساعة. سكوير انكس الشركة الناشرة للعبة، والكل يعرف انه سكوير انكس ما شاء الله محترفة. اللغة طبعا حخليه انجلش، والصوت انجلش مع الاسف، وسرندر محاصرة ولا ستيريو؟ لا ستيريو، خلينا كذا احسن لنا. يا عمي خزن، يعني حتفرق. عموما حنلعب بنوكتس وهو صغير، وندخل عالم واحلام ونكتشف اشياء يمكن ما شفناها من قبل. يعني هذا البلاتينيوم ما له علاقة باللعبة الأصلية، هو مجرد اكتشاف عالم فان فانتسي. طبعا هذا ولا حتى 1% من اللعبة، مرة، ولا حتى شوية بس. يعني كل اللي حنشوفه هذا كلام فاضي، ولا أي حاجة من اللعبة. لأنه اللعبة يعني صلحوها وزبطوها وعدلوها وتعبوا فيها لين قالوا أمين. صار لهم إلى الآن 10 سنوات، وباقي من تسجيلي لهذا الفيديو باقي ما يقارب 27 يوم واللعبة تكون موجودة رسميا. Huh? What is this place? Huh? Oh. Huh? Hmm? Whoa! You! هذه الشخصية هذا المدري عنه أرنب. المهم انه مخلوق عجيب من احلام نوكتس. طلع اسمه ان شاء الله كاربنسل. هذا موجود في فانل فانتسي 8 حق سكوال، طالب المدرسة في بلام جاردن. عموما هذا بيساعدني وبيوديني للطريق الصحيح في لعبة الديمو دي. بيكون معاه، يعني هو موجود في اللعبة الأصلية، بس إنه هنا يعطيك شوية بس من القدرات اللي عنده. فهو الآن يرشدني على الطريق، بس أنا باخذ لي هذه الجواهر. هذا المقصد من الجواهر دي، إنه يقولوا لك شوف تعال إحنا هنا عندنا مكان تقدر تمر من عنده. يعني هذا ما حنشوفه في اللعبة الأصلية إن شاء الله. إيش هنا؟ أخذتها أنا، أيوة صح. طيب نكتشف العالم. يلا كربنسل. إذا ضغطت هنا راح يوريني أشياء جديدة. يقول لي لا تخاف، ما حيكون مضر. الله عليك. هذا اللي قبل شوية شفناه، ذا الضخم، ترى له دور في اللعبة، وحنتقابل معاه وحنتعرف عليه. يلا ننزل. ايوه، ما سبت شيء انا صح؟ لا كله تمام. انا بغير في الاعدادات حقت الكاميرا. نيجي هنا. ايوه، بسرع اللف حق الكاميرا يصير سريع. ايوه، ايش حتسوي؟
you want to wake up. إذا تبى تصحى وتشوف الجميع لازم نخرج من ذا المكان. يا رجل اخرج لوحدك. أنا بحصل لي شيء هنا. هنا تغير الزمن من الصباح لليل. دحين يتغير الجو. هذه الشمس. دحين حولنا للعصر. إذا ضغطت ضغطة تانية بيصير ليل. بس احنا خلينا نركز كذا في الجرافيكس مدري عنه ذا. طيب راح اضغط مرة ثانية. خلاص دحين اعطانا ال HDR كامل. يلا دحين ليل. لا يفوتكم المنظر. الله فوق الخيال. فوق الخيال. ايش النجوم هذه؟ ايش الدلع هذا؟ ايش من لعبة اسطورية. الحين احنا خلصنا من الجرافيكس. بروح للقتال. فخلينا نطلع ناخذ كل شيء عشان نقدر ناخذ الاسلحة الموجودة في الديمو ذا. بحاول اجمع 300 كذا على اقصى حد يعني. كفاية. ايه قال كفاية. تكفي. كلاجات من بداية ها. طيب وهنا نروح للطقس. رحنا للجو. دحين الطقس حيكون غيوم. حتى القمر اختفى. طيب اللي ما في احلى منه المطر. بس هو ذا نزل المطر. اللعبة طبعا موجودة على الستور السعودي والأوروبي والأمريكي وكل الاستوريات. بس إنه اللعبة الكاملة انحذفت من الستور السعودي مع الأسف لأسباب مجهولة. بس إن شاء الله يعني اللي بيشتري اللعبة يجيبها طريقته. أعطاني سيف. يقول لي يضغط التاتش بتن عشان تاخذ الاعدادات اللي تباها. نضغط التاتش بتن. هنا نحط السلاح الكبير او المطرقة. وهنا السيف. فنحدد عليه بالزر R3 ونبدأ نضرب. طبعا تغير الاسلوب من هذا الديمو اللي دوسكا. انه دحين داير اللي يضرب ومربع اللي يصد. طيب شوف كيف الجو. ما عليكم في ناس ما يحبوا المطر. انا بعد شوية برجع اخلي الجو عادي. بس انه هيك قلت خلينا نشوف المطر شوية. راجع لك يا الدائرة دي. ما عليك. ما حد رايح بعيد. لقى الحل الشيء ذا الكربنسل. انا برجع ورا عشان اغير الجو. في ناس تحب الجو المشمس. في ناس تحب عصر. في ناس تحب ليل بس بدون مطر. انا عن نفسي هذا الجو اللي احبه. طيب الحين حطيت الجو صافي ان شاء الله. منظر القمر من هنا اوهو مكتمل. شوف كيف. طيب خلينا نرجع ورا عشان نغير الجو. weather. طيب من الليل للصباح. شروق الشمس. هلا بالعيال. هو ذا ها. طيب الحين نقدر نشوف كل شيء صافي وواضح وضوح الشمس. يا هلا. طيب كل شيء واضح قدامنا. النهر والشلالات الصغيرة ذي
والجو والغيوم، ما في أحلى من كذا. هذه اللعبة فقط لعشاق فاينل فانتسي. نيجي هنا ونضغط ونحصل هذا التنين المائي اسمه لايفيثن، راح يكون له دور في اللعبة. هو موجود برضو في فاينل فانتسي 8 وفي وورلد اوف فاينل فانتسي. ايوه العب العب. طيب الحين كاربنسل يستناني، بروح انا الجهة الثانية. هلا 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 بالشمس، سطعت الشمس. فولو مي، اقول فولو يو. طيب ولا تزعل. طبعا ما يمديني اسبح يعني بحكم انه هذه المنطقة غير صالحة للسباحة، وغير كذا اصلا لما تطلع انت فوق شاكوبو بتسوي العجايب. هنا يضرب بالمطرقة وهنا يضرب بالسيف، انت حر تقدر تختار الاماكن اللي تباها. ان شاء الله هذه بتكون مليانة اسلحة وماجيك في اللعبة الاصلية. وننط مع هذا اللي اسمه كاربنسل ونروح لجهة ثانية، بمعنى راح اغادر هذا المكان وادخل جوة البيت حق نوكتس، بمعنى بالضبط يعني جوة القصر هذاك، البرج حق الاكس الكبير اللي حنشوفه بعدين كذا نهاية الديمو. تقدر تقول كذا انه غرفة الطعام يعني. راح ندخل كذا نكتشف. هم مصغرين حجم نوكتس الشركة، يقصدون يقول لك شوف كل شيء بالتفصيل الممل. يعني انت دحين صغير وتشوف كل شيء، اذا انت كبير ما حتشوف كل شيء زي ما انت صغير. بس هم يوروك قد ايه هم تعبوا على اللعبة. طيب ايش اعطاني؟ اعطاني فاير ووركس اللي هي طراطيع او نيران يعني، بحطها هنا. هذه مقفلة، يقول لي روح جمع اشياء. انا راح اخليه صباح وان شاء الله هو لحاله بيصير ليل، فما في داعي يعني اني اضغط هذا الزر. هو ان شاء الله من حاله بيصير ليل بعد شوية. فانا بسيد واجمع جميع الجواهر ذي. طيب هنا تجربة اذا بتسوق السيارة. هو ما حيخلوك تسوق سيارة ابوه، بس بشكل عام يقولوا لك كيف تسوق يعني. هو مو زي درايفر او نيد فور سبيد او جراند. هو المقصد انه عشان اللعب عالم مفتوح فيبوك تسوق السيارة عشان تنتقل من مكان لاخر يعني. زي ميتال جير في، ما له اي علاقة بالسواقة يعني، بس انه ايه يبغى يوروك كيف تسوق او يعني تنتقل من مكان لاخر. هذا كاربنسل طلع فوق الطاولة يقول لي تعال هناك. لا يا عمي انا مشغول شوية، ابى اتجول في العالم. نطلع هنا. ما عنديني ولا ايه؟ الا طلعت. هذه كتب ومجلات وجرايد والى اخر يعني. بس انا بدور على وحوش او اي احد. ايوه هنا، يلا خذ. لا حد يضحك، ها لا حد يضحك. بالمطرقة قاعد يضرب، والله حلوة. ابلع اديله انجلده. بس باقي واحد فينك. لما يضربني تنقص مني هذه اللي يسمونها الجواهر. هنا لما تدخل يوضح. بس انا المفروض يعني اطلع من هنا، انه خليني اكمل طريقي ما هي مشكلة. ايش هنا؟ تعالوا. طيب بعد ما ذبحتهم خليني اقدم واتجول. شوفوا يعني بالتفصيل الممل هم سووا الغرفة يعني، ما سابوا ولا شيء فاضي يعني. حتى الاشياء اللي ما لها داعي لا هم حطوا اشياء عليها.
يعني شوف هذا السيب بحجمك الكبير ما راح تشوفه، يعني شوف كيف حتى مرة مهتمين هم بكل التفاصيل. دحين يجيك واحد شاطح كذا من بعيد يصدمنا يقول يا جماعة هذه اللعبة بس جرافيكس. لا حبيبي، هذه اللعبة فيها كل شيء، ما خلوا لك بس الجرافيكس، خلوا لك القصة كمان. ترى القصة خرافية، بالإضافة إنه اللعب كمان ممتع والله. أنت لازم تتعود. في تريلرات كتير في اليوتيوب قبل لا تبدأ قبل لا تبدأ مين يعني قبل لا تنزل اللعبة، حاول إنك تتفرج وتفهم القصة أكثر، لأنه أنا تكلمت عن القصة في ديمو دوسكا بس يمكن التفاصيل كانت ناقصة أو معلومات ما هي أكيدة، فكل شيء يعني يتضح لما تبدأ اللعبة الأصلية. اللعبة كان اسمها فاينل فانتسي فيرسوس 13 اللي هو الخيال النهائي ضد الثالث عشر. تعال ابلع. الله الله، جواهر كثير هنا. يلا ناخذ كل شيء. تعال هجوم، اطلع فوق الكنب. الكتب ترى مفيدة، اقروا كتب تفيدكم ان شاء الله. نطلع هنا نشوف ايش فيه، ولا خلاص ناخذ كل الاشياء الموجودة؟ يا خلاص انتهت مهمتنا هنا. ايش ضغطنا؟ غيرت الجو ها؟ طيب اوكي ولا يهمكم، شوف كيف حيتغير كل شيء. هذا احلى شيء ترى في اللعبة. وهنا ايش؟ خذ سيارة ثانية. طيب هذه السيارة من دوسكا، حتى عليها نفس الشعار حق دوسكا. طيب انا بالضبط بروح اخذ لي سيف، انه مو ضروري يعني اعدي المكان كامل. طيب يجي في حيطة. طيب خلينا ننزل نتفقد الوضع جوا اذا في حاجة ولا شيء. ايوه تعالوا. هلا بالعيال، وصلت 150. طبعا ما تجيب لي شيء هذه الجواهر، بس كذا انك ايه تفرفر في الماب او تتأكد انك عديت من ذي الجهة. ناخذ سيارة ثانية وننطلق. كيف لو اصدم يصير شيء؟ لا ما صار له شيء. تعال شوف كيف المخدة ما شاء الله. ترى اللعبة يا جماعة مو بس HD 1080 4K، طوروها سكوير انكس وتعبوا عليها والله. انا صراحة تقييمي لهذه اللعبة اعطيها مليون من مليونين يعني، او 10 مليار من 10 مليار. هذا تقييمي انا الشخصي، وكل واحد ادرى بنفسه انه اللعبة ما شاء الله يعني ما ناقصها شيء، مرة مكتملة، فيها كل الاشياء اللي تبغاها انت. ترى في اكشن برضو، يعني في قصص يعني غريبة صراحة وتعجب الناس، بس انا ترى ذوقي خاص. انا عندي فاينل فانتسي احلى لعبة في البلاي ستيشن كامل، بعدين ميتال جير. تعال يلا تعال يلا ارقد. بستخدم دحين الفاير اللي هي النار او الطراطيع، يعني هو عشان نوكتي الصغير خلوني استخدم طراطيع. هذا سيف ها؟ ايوه هدية، قولوا لي هدية اذا تبى شيء. تعال عندنا هنا. طيب السيف هذا كيف لونه ازرق صح؟ ما اخضر. ايوه يلا نطلع فوق نكتشف كل شيء. انا برمي نفسي عشان في شيء تحت. ايوه
معليش على الزحمة بس بنزل. ايوه بعد ما نزلنا تيجي هنا تاخذ هذه الاشياء اللي انت تباها. وصلت 204. ناخذ السيارة ونرجع مكان ما جينا عشان اقدر اتسلق ثاني. ها يجي دحين بطلع فوق عشان اروح لمدينة التيشيا او التيسيا ايا كان اسمها. هذه مدينة كمان فخمة وحلوة، مدينة زي اطلانتس فوق الموية ودلع وفيها ناس طيبين، تحس انك في ايطاليا. خلينا نجرب النيران هذه. اثبت يلا اثبت. يلا خذ كمان واحدة. لا هرب خوي، انا الثاني تعور بس معليش. ها عورتك. يلا ابلع. طيب يلا انت كمان خذ مرة ثانية. ايوه المطرقة عشان تنهيك مرة واحدة. انه المقصود بالمطرقة انه يكون عندك وانت كبير سيف ضخم يعني هيوج. يلا اخر واحد ابلع كمان. في احد؟ يلا الوضع دحين في السمباتيك. هنا هدية يقول لي كهرباء او عفوا مو كهرباء، رعد. هنا بحط السيف الازرق الاخضر قصدي. دقيقة هذا كيف الغيه؟ يوم مثلث يسوي ريموف، وهنا بسوي ريموف. بجي هنا بضغط على ذا، وهنا نيجي نحط الفاير، وهنا الكهرباء او الرعد. قراطيع، وهذه كهرباء ماسكة معي كهرباء. ها طيب نقرب دحين نشوف كيف الشروق. هذه هذاك القمر البعيد راح يكون مكانه الشمس، وهذه النجفة معطيتنا الجو الكامل. اضغط هذا الزر ان شاء الله، بعدين كل شيء يتغير واختلاف في الجو زي ما شايفين، كل شيء يتغير واللون الى اخر. عاد هنا نهاية الطريق، بس انا باخذ كل الاشياء الموجودة. كاربنسل يستناني فوق من اول وانا قاعد اتجول. اتمنى اني ما نسيت شيء يعني من هذا المكان. اخذت كل حاجة وذبحت كل الموجودين. ايوه طيب خلينا نشوت هذه الكورة. والله طارت بعيد يا ولد، بس لسه بسطحها. خذي. سلام سلام. طاحت من الكرسي على الارض. باقي الثانية. يلا تسطحي وراها. والله ذي طارت بعيد يا ولد. طاحت تحت واتدحرجت. الله. المقصود من هذا كله انه الاشياء تتحرك مو ثابتة. شوف حتى الفنجان باين، يعني ما شاء الله اهنيهم على التعب هذا. الله فين راحت الكورة؟ ها بعيدة صح يا ولد. احس نفسي زي حكاية لعبة كذا قصير اتحرك وما حد داري عني. قبل لا نمشي شوفوا السجادة كيف شكلها. حتى اتمنى انه بعد ما انا نزلت الفيديو انه يكون بنفس الجودة حق اللعب، واذا ما كان بنفس الجودة عندك فرصة تلعب. تحمل اللعبة حجمها 3 جيجا من الستور، يعني ما تاخذ منك حتى ساعتين تحميل. ان شاء الله سريع، وخاصة ان عندهم الياف بصرية بيحملون اللعبة في ربع ساعة اقل. حتى ليه ربع ساعة؟ انا متخن موضوع
10 دقائق يا رجل وتلقى اللعبة عندك. الهجوم والدفاع، علق على الدائرة عشان تهجم، علق على المربع عشان تدافع من ضربات العدو. تقدر تضغط مربع والسهم اللي قدام او بالهزاز على قدام تقدر تراوغ او تدحرج. يلا وصلنا التيشيا. الله على الموسيقى والروقان. هذه مدينة التيشيا، هذه تعتبر أطلانتس عندهم، بس أسلوب البيوت زي إيطاليا في أوروبا. وهنا البياع التجوال تقدر تجيله في اللعبة الكاملة إن شاء الله وتطلب منه إسعافات إلى آخر يعني. هنا الجلوس، هنا إذا بتغير الطقس، بس أنا صراحة مرتاح مع المطر هذا. أيوة نطلع هنا، يلا ابلع عشان يتيح لنا كل شيء. ابى اجرب استخدم الكهرباء عليهم، او عفوا البرق، الرعد، ايا كان اسمه. دقيقة خليني اوطي الصوت من عندي عشان ما يطلع عالي وصوتي ما يوضح. طيب تعال خذ. ما زبطت، لم تزبط معنا. الشيء مصنم، مات مسكين من ضربة واحدة. والثاني مات برضه. يلا اخر واحدة ولا خلصت؟ خلصت. دحين اقدر استخدم غيرها اللي هي النيران. النيران اضعف يعني، البرق او الرعد اقوى. خذ يلا. هنا عندي خاصية اني اقدر ايش اسمه، العب بالحيوانات. بس خليني اقتل ده عشان لا يغثني. ايوه يلا وندخل هنا ونشوف ايش يستخبى. جالس العب بالزرافة ذي. هذه الزرافة طبعا ما هو الا عدو يعني، بس يبغوك تتحكم بالاعداء يعني. الله على الزرافة. يلا وهنا هذا العدو. خذ يلا تعال انت كمان. مات. هذا كبير يباله جلد. يلا تعال لا يهمك شيء. ايوه وهنا في شيء مخفي. هذا مطرقة اقوى، راح ابدل المطرقة بمطرقة اقوى. تعالي نجرب نستخدمها من هنا. والله هذه مفجرة، شوف كيف خلت الارض. الله هننط كذا عشان ناخذ هذا. ايوه ونطلع فوق مكان ما جينا. هنا اتوقع مويه او زي ما يسمونه مطر. خلصت هذه وهذه ما ادري كم باقي لها، بس انه خلينا اغير استخدم المطر على ذولي. خلينا نشوف مين اللي يستحق. ايوه تعال انت كذا سوي وارمي مويه تيجي تذبحه. ابلع ابلع انت وياه. قوية ما شاء الله مطرقة، اقوى من اللي قبلها بكثير. هذا ضربة واحدة مسكين انتهى امره. وهنا هذا حياكلها. يلا ابلع. راح اغير الطقس، بس مو لليل، احسن يكون انه ليل صافي ولا ليل ممطر بعدين ليل صافي. شوفوا كيف شبه واقعي. هذا اتوقع بالنسبة لي احسن من الواقع، لاني انا ما شفت كذا في الواقع. ناخذ الهدايا. هذا الشيء المجهول ايش هو؟ ما ادري، بس اني حغير النار لانه ما لها فايدة. راح اخذ هذا الشيء الجديد عشان نستخدمه ونشوف ايش نظامه.
هنا يقول لي تغيير، ايوه حشيل المطر وحيصير الجو صافي. شوفوا كيف راح يتغير كل شيء. القمر طلع والنجوم بانت، بس انه دحين حيصير صباح يعني، وبعدين نروح لليل لانه شفنا المطر اول. يلا حيصير فجر ها؟ وطلعت الشمس. ايوه كذا. الحين احنا في عز الظهر ولا الشروق. الله اكبر. صراحة متع نظرك. طيب هذا اذا بتمتع في بيتك يعني، في ناس تحب تسافر انت حر يعني، موضوع ترى مو طويل بسيط. هنا الشمس القوية، ودحين بيصير الجو تقريبا عز الظهر والشمس فوقنا. ايوه هنا في عز الظهر. هلا بالعيال. ايوه خلينا ننزل تحت نشوف ايش الوضع. هنا من بعيد تقدر تشوف الدنيا كلها، وهنا الشلالات. يا سلام. هنا نشوف ايش هنا، كور. طيب وهنا يلا تعال، باقي لي حبتين عشان اوصل 300. 300 كويس يعني. فجرت الكورة انا، يلا وهذه بفجرها، وهذه انفجرت. اخر اثنين. حتى شوف الارض لما تتفجر كيف تتصلح سريع يعني، ما حتعدم لك الارضية. خليه كذا مشمس. احط غيوم ومطر في الظهر، اشوف ايش حيصير. كيف بس، والله جو خرافي، يا تحلم لو تشوف زيه. طيب راح نشوف دحين المطر في الظهر، وخلينا في عز المطر نتضارب، وبستخدم هذا الشيء اللي اخذته. شوف كيف هذه تذبح كل الموجودين. يلا انا استناكم تطلعوا. هم هنا، خذوا. يلا كلهم ماتوا دفعة واحدة. هذا زي اللي يقول لك انه الهجوم النهائي اللي اقوى منه ما في. طيب قبل لا ادخل هذا البيت ابغى اشوف في احد تحت. اختفوا. اعطاني كهرباء، او عفوا اعطاني برق او رعد. ايوه طيب هذول شوف كيف حيموتوا بسرعة، كلهم ماتوا دفعة واحدة. هذه الكور الساحقة. يلا انا دحين صار وقت اني اروح المكان الاخر، وقت القتال الجدي اللي هو القتال اللي في اللعبة نفسه، بس بدون مهارات عشان هم ما يبي يوروك المهارات الا في اللعبة نفسها. ايوه هذه ما يمديني خلاص اخذت منها. طيب الحين خليني اروح لطريقي، بس قبل لا نسوي ذا كله زي ما وعدتكم خليني اخلي الجو صافي. ايوه يلا شوف كيف الجو. بدأ يطلع. يلا
ما شاء الله. والله ابداع. وهذا ابداع اكثر، ابداع فوق ما تتصوروا. يعني انا قد ما مدحت في اللعبة، لا اللعبة لا تزال ممتعة صراحة. خاصة ضوء القمر. يلا الحين صار وقت المغادرة. الله العب. Up ahead is where your dream ends. قدام نهاية الديمو او نهاية الحلم يعني. فهذه ما ادري عنها في اللعبة الكاملة يعني ايش بالضبط، غرف نوم ولا متحف يعني ولا مخازن ولا ايش بالضبط، كله نكتشفه في اللعبة الأصلية. بس هذا اللي بوروك إياها قد إيه اللعبة حلوة. هنا يعني إني حتى بيكون قصر نوكتس زي كذا، اللي هو البرج اللي دحين حنخرج منه. يلا وصلنا للمخرج. وصلنا ل إنسومنيا اللي هي مدينة نوكتس اللي ولد فيها يعني، وهو أمير فيها وحيحكمها. ما أدري على حسب يقدر يحكمها ولا يموت ولا أبوه يموت ولا يموتوا الاثنين ولا ما حد يموت وتنتهي اللعبة وأنت أمير. ما حد داري يعني، كله مستخبي جوة اللعبة. هنا إنسومنيا. كابيتشل. طيب something doesn't feel right يعني انه الشيء ما يطمن. وها هي إنسومنيا. هذا هو الشيء المطلوب. اللي يدور على لعبة حلوة يشتري سوني برو ويشتري هذه اللعبة ويدز يا معلم. This one will protect you through your darkest dreams. But remember, Noct, in the world of your dreams, you are king. I'm not afraid. كينج ريجش حطها قبل شيء اللعبة اللي في الطاولة، هو نفسه كاربنسل، بس هذا ايش بجاي حاقد. تعال هذا حقد قبل شيء. ابلع. هذه هي المعركة الأصلية اللي حتكون في اللعبة، وطبعا في أقوى من كذا وأصعب كمان يعني. عشان يوروك في البداية خلوك تستمتع بالجرافيكس، الحين لا يبوك تستمتع في الدعس. لا 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 عدادي راح فيها لمست شيت. تعال ابلع. خلينا نغير مكان واغير وضعية عشان اقدر اضيع الوقت. طيب الجو خلينا زي ما هو حلو، بس لو اسوي كذا ايوه نعبي الام بي عشان نقدر نستخدم الماجيك. هنا اعطاني 10 فاير. طيب لو اسوي كذا راح اجيله في لمح البصر كذا، اقدر ادعس فيه زي ما ابغى. هو ذا اللي انا اتكلم عنه. تعال يلا خلينا ننزل تحت. ايوه ما جات فيه مسكين. يلا انا انتظرك. ولا خايف؟ يلا تعال يا ايرون جراوند مدري عنه، اللي هو مقصود انه هذا زي البودي جارد
بس انه حديدي. يلا تعال الحين دوري ابراوغ فيك. انا استنى كربنسل يحط لي اشياء جديدة عشان استخدمها. الحين جالس العب بنوكتس وهو كبير عمره 20 سنة، وحيكون كذا شكله منظره واسلوب اللعب حقه في اللعبة الاصلية اللي هي التختيم نفسه. ايوه تعال يلا، انت بس ضربتني ضربة واحدة. جالس يلطش فيك، قاعد يتراجع الشيء. فهذه التقنية كمان موجودة في اللعبة الأصلية اللي هي إنك تضغط مثلث يروح يتعلق في أي مكان، وفي نفس الوقت جالس يتعبى الام بي حقي ولا الدم اللي هو العداد. ايوه ايش بتسوي؟ تراني بعيد عنك، انا بطلع فوق مرة وبحاول اني انط عليك، بس قبلها باخذ الاسلحة الموجودة المخفية في نفس هذا المكان. هي تحت بالك طريقة سحرية عشان تطيح بدون ما تموت، اللي هي هنا. ايوه هذا الشيء ايش هو؟ اخذت انا سلاح الحين. هو اعطاني هجوم. الدائرة هذه اللي جات حوالين الاسلحة في دائرة. طيب هذا ايش بالضبط؟ صدادة؟ اي صدادة. طيب هذه البلكونة ما شاء الله حلوة. فين الشيء اللي ايوه يلا حنط عليك. ابلع. والله احس اني عذبته. مات مع الاسف، قتلتك. رجع صغير عشان نستكمل التجوال، بس انا ما راح امشي على طول، لا برجع ضاربه مرة ثانية بليفل 15. هو يكون ليفله 15 يعني اقوى من اول، وبستخدم الهجوم عشان نقدر نشوف كل شيء ببساطة. بغير الجو، بخليه في الليل. شوف كيف المنظر من هنا. هذا البرج ما شاء الله اطول برج في المدينة، وهو يعتبر البرج الرئيسي ونمط الحياة عند هذول السكان، لانه في بلورة تدعم المملكة كاملة، وفي نفس الوقت انه يحكمها ريجس، مدري ريجس ابو نوكتس، ولازم يكونوا في ملوك يحكموا المكان عشان البلورة تستمر بإنعاش الناس يعني. طيب خليه مطر، وهنا خليه ليل. شوفوا كيف، بس هذا هو اللي أنا أتكلم عنه، مدينة متكاملة. كيف بس، خيال، هذا خيال، كل اللي قاعدين نشوفه خيال علمي. هو ذا، شوف كيف يا ولد، إبداع والله ما شاء الله ما شاء الله. هذا برج إكس. فأنا وصلت لين نهاية المكان، ما أقدر أعدي، يبوني أجي هنا في اللعبة الأصلية، اللعبة الكاملة، لأنه الديمو ولا شيء. هذا معناتها إني راح أقاتل يعني مونستر، وحش. رجعت بنوكتس الكبير مرة ثانية عشان أضارب هذا المخلوق الغريب اللي هو ايرون براود. يلا هجوم. الحين بستخدم الهجوم، بضغط R1 L1 وهجوم عليه، هجوم ضرب. شوف كيف الهجوم ما يمزح، هجوم قوي مرة. هلا هذا يكفي، خليتك تطفي يا رجل. انذبح بسرعة وليفله 15، مو زي الليفل اللي راح. يلا تعال تعال يلا. لا لمسني، محظوظ غيرك ما يقدر. مات، نقصته بالنار وراح فيها. طيب في حاجة نقدر نسويها ولا خلاص يعني نودع الملاعب؟
والله ما نويت صراحة، ديمو مرة قصير صراحة، حسيت انه مرت 5 دقايق 6 دقايق لانه الوقت يمر بسرعة. من هنا الدوار ذا يجيب اللي يسمونهم ذولي الضيوف، يجون بالسيارة كذا ويمشوا في هذه السجادة الحمراء ويطلعون فوق. يلا انا على وشك اني انهي الديمو مع الاسف. يلا شوفوا كيف، هذا اخر شيء اقدر اقدم لكم في الديمو ذا بصراحة. مرة عجبني والله. شوفوا كيف يا رجل، ما نكذب على بعض احنا. تشوفون اللي انا اشوفه، هي شبه مبالغة بس هذه الصراحة. انا اطلع فوق مرة. طيب زي ما انتم شايفين المدينة كبيرة، في الصباح بتكون اوضح بس انا حبيت اشوفها في الليل عشان شكلها احلى. طيب يلا الحين خليني امشي في الهواء. الله الله، هذا مسكين تعذب. لا لا لا، هدي هدي هدي، كنت امزح. يلا حستخدم النار. النار مرة ثانية، تنقصوا كثير ترى. لا 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 لا، انشوى. انشوى. ما راح تلمسني يا رجل، استريح. طيب خلينا اخذ لي نار زيادة عشان احرقه بسرعة. فلف يدوس يا ولد اسرع. اخذت نيران. الشيء متقدم، يتقدم الكابتن ماجد ويسحق نهائيا. نقصته 5 مدري 4000 والله راح فيها. طيب خلاص انا كذا اقدر اقول انه الديمو انتهى بشكل رسمي. اسيبكم مع العرض هذا الخفيف البسيط اللي فيه له نوكتس يركب سيارة ابوه. واذا عجبك المقطع سوي لايك، اذا ما عجبك سوي ديسلايك، اذا اول مرة تتابعنا وحابب تشوفنا مرة ثانية سوي سبسكرايب. كل اللي اقدر اقوله لكم ان شاء الله نتقابل مرة اخرى. كان معكم حسام 441، في امان الله. Thanks. See you. Wait. I remember your name now.